الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واعلموا أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن من علم قوة إيمانه وصلابته في دينه فإن الله تبارك وتعالى يشدد عليه في الابتلاء وذلك رفعة لدرجاته وتكفير لسيئاته وتعظيم لحسناته فقد جاء عند ابن ماجه من حديث سعد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا شدد عليه في البلاء وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على هذه الأرض وما عليه خطيئة وجاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن البلاء لا يزال بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة فمن هذه الأحاديث إخواني في الله نستفيد أن المؤمن الذي قوي إيمانه يشدد عليه في الابتلاء وذلك كما سمعتم تكفير لسيئاته وتكثير لحسناته ورفعة في درجاته ولنضرب على ذلك مثلا عظيما وهي قصة قصها علينا ما جاء في الصحيحين قصها علينا صاحبها وهو يذكر لنا من شدة البلاء ما حصل ومن شدة البلاء ما نزل إنها قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما قوي إيمانها واشتد يقينها وقوي إيمانها بالله سبحانه وتعالى حصل لها من البلاء ما حصل وهي قصة حادثة الإفك إخواني في الله وها هي أم المؤمنين عائشة تذكر لنا أحداث هذه القصة ليعلم المؤمن الذي يسير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا
وقوي إيمانه أن ما نزل به من البلاء ذلك تمحيص وعلامة إن صبر على قوة إيمانه وشدة يقينه بالله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فغزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غزوة فقرع بين نسائه فخرج سهمي فيها، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما فرغ من تلك الغزوة وأراد الرجوع إلى المدينة آذن أصحابه في تلك الليلة بالرحيل، أي سيسافرون ليلا. قال: فلما آذن بالرحيل إن ذهبت فمشيت حتى جاوزت الجيش فقضيت حاجتي وقضيت شأني ثم رجعت إلى رحلي. قال: فالتمست صدري فإذا عقد جزع ضفار قد انقطع. قال: فذهبت ألتمسه وأبحث عنه. قال: فجاء الرهط الذي كانوا يحملونني على ذلك الهودج فحملوه ورفعوه ولم يستنكروا خفته وعدم وجودي فيه، لأن النساء في ذاك الزمن كن خفافا لم يغشهن اللحم. قال: فحملوا ذلك الهودج ورفعوه على ذلك البعير وارتحلوا وسافروا. قال: فوجدت عقدي. قال: فرجعت إلى مكاني الذي كان فيه رحلي. قال: فلم أجد فيه من داع ولم أجد فيه من مجيب. ما وجدت أحدا، قد مشى القوم وسافر الجيش. قال: فتيممت منزلي، أي المكان الذي كنت فيه. قال: فظننت أن القوم سيفقدونني ويرجعون إلي، فتيممت منزلي فغلبتني عيني فنمت. قال: وكان صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد جاء من وراء الجيش فرأى ظل سواد نائم. قال: فاقترب فعرفني حين رآني فاسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقد كان يعرفني قبل أن ينزل الله الحجاب. قال: فاستيقظت باسترجاعه، أي عندما سمعته وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فطفقت إلى جلبابي فخمرت وجهي. قال: فجاء صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأماط راحلته. قال: وأومأ إلي براحلته. قال: وداس على يدي. قال: وأشار إلي أن اركب تلك الراحلة. قال: فركبت فيها. قال: فجعل يقودني، فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. انظر إلى أولئك الصالحين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، ما كان منه أن كلمها ولا بكلمة، غير أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فطفق يقود راحلتي حتى قدمنا الجيش في نحر الظهيرة. قال: فهلك من هلك وخاض الناس فيما خاضوا فيه من الإفك، وكان الذي تولى كبره، أي الذي تزعم هذه الحادثة وهذا الإفك، عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. وهكذا هم أهل الشر إخواني في الله، لا يجد سوءا يحصل للمسلمين إلا وظفروا به
ورأوه نصرا ينشرونه بين الناس، فظن عبد الله ابن أبي ابن سلول أنه قد ظفر بالنصر حين رمى عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالزنا، فجعل يشيع ذلك بين الناس. إخواني في الله، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما قدمنا المدينة اشتكيت شهرا كاملا، أي مرضت رضي الله تعالى عنها شهرا كاملا. قال: وكان لا يريبني شيء، ما أعرف ما الذي يتكلم فيه الناس لبقائي في بيتي شهرا كاملا وهي مريضة، غير أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين أمرض، ما كنت أجد ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل سلم علي وقال: كيف تيكم؟ ثم خرج. هذا الذي كان يريبني. قال: فبعد شهر من مرضها نقهت، أي تعافيت، فخرجت أنا وأم مصطح إلى متبرزنا، وكان بالمناصع أي في خارج المدينة. أمرنا أمر البادية الأول وأمر العرب الأول، نقضي حوائجنا بعيدا من بيوتنا، وكنا نكره اتخاذ الكنف بجوار منازلنا. قالت: فلما قضينا حاجتنا وأردنا الرجوع، وكنا لا نخرج إلا ليلا في ليل. انظر إلى الحياء، انظر إلى الستر، انظر إلى الحشمة. ما كانوا يعرفون الخروج في النهار، كانوا يخرجون ليلا في ليل ولحاجة ولضرورة. قال: فعثرت أم مصطح في مرطها. قال: فقالت: تعس مصطح، تعس مصطح. قال: فقلت لها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أم مصطح: أولم تسمعي ما قال؟ قال: قلت: وماذا قال؟ قال: فأخبرتني بما قال وبما تحدث به الناس. قال: فبكيت ليلتي تلك، لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت وهي في تلك الحال رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسلم وقال: كيف تيكم؟ قال: فاستأذنته أن آتي أبوي، فوالله ما أردت إلا أن أستثبت مما قاله الناس. يعني ما توقعت رضي الله تعالى عنها أن يقع الناس في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فأتيت أبوي فقلت: يا أماه، ماذا قال الناس وبماذا يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنتاه، هوني عليك، ما من جارية وضيئة لها ضرائر يحبها زوجها إلا كثرنا عليها، أي تكلمنا عليها، هوني عليك. قالت: يا أماه، أولقد قال الناس ما قالوا؟ سبحان الله، سبحان الله، أوقد تحدث الناس، أوقد تحدث الناس. قال: فبقيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. جعلت تبكي رضي الله تعالى عنها ليل نهار، ليلتين ويوما كاملا. وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاستشار أصحابه في فراق أهله، فاستشار أسامة بن زيد واستشار علي بن أبي طالب في فراق أهله. فأما أسامة بن زيد فأشار عليه ببراءة أهله وقال: يا رسول الله، إن أهلك لا نعلم عنهم إلا خيرا. يا رسول الله، إن أهلك لا نعلم عنهم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأحزنه ما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى المنافقين ومن كلام الناس فيه،
فجعل يقول له: يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليك في النساء فدونها كثير، وإن أردت أن تستثبت فاسأل الجارية تصدقك. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وسألها: هل يريبك من عائشة شيء؟ فقالت بريرة: والله لا أجد منها شيء يريبني غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها وتغفل عن عجينها، فتأتي الداجن فتأكله، أي تأتي الشاة التي تتربى في البيوت فتأكل عليها العجين. فأرادت بريرة رضي الله تعالى عنها أن تبرئ تلك المرأة العظيمة، وأن تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة بعيدة كل البعد من فاحشة الزنا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك، خرج إلى الناس وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا ما أعلم عنه إلا خيرا، ولا يدخل على أهلي إلا معي. فحينئذ قام سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه. هذا لا حياة له، يتهم عرض رسول الله بالزنا، يتهم أحب الخلق إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الفاحشة. أنا أعذرك منه، إن كان منا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فنفعل فيه ما تريد. فحينئذ قام سعد بن عبادة، وكان رجلا صالحا، لكن أخذته الحمية فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، وإن كان من الأوس أكنت تقتله؟ أولو كان من الأوس أكان يقتل؟ قال: فقام أسيد بن خضير رضي الله عنهم أجمعين، وكان من سادات الأوس، وكان ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، والله لنقتله، إنك منافق تدافع عن المنافقين. فحينئذ ثار الحيان، ثار الأوس، وثار الخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، ابتلاء على ابتلاء، وابتلاء فوق ابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام قد أهمه ما نزل في عرضه، وزد على ذلك يرى أصحابه كادوا أن يقتتلوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويهدئهم ويصمتهم حتى انفضوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره ودخل بيته. إنها حادثة عظيمة إخواني في الله، تبين لنا عظم البلاء الذي يكون فيه عظم الجزاء، فنسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، استلبث الوحي وتأخر الوحي شهرا كاملا، لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من شدة الابتلاء. شيء أراده الله
أراد الله عز وجل أن يرفع قدر هذه المرأة العظيمة وأن يبين منزلتها، وذلك بشدة الابتلاء. فإن الذهب إذا أدخل في نار قوية لم يخرج منها إلا وعليه من اللمعان، ازداد إضاءة وازداد نورا. فشدد البلاء على عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهر كامل ولم ينزل عليه الوحي في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: فبقيت أبكي ليلتين ويوما كاملا لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قال: فدخلت امرأة من الأنصار استأذنت فأذن لها. قال: فجعلت تبكي معي. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم جلس فتشهد، ثم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال لها: لقد سمعت ما تحدث به الناس وما قد قاله الناس، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم براءتها لأنه يميل إلى ذلك ويعتقد ذلك، لكن ماذا يفعل؟ ما أنزل عليه في شأنها من الوحي، فقدم ذكر البراءة فقال لها: إن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن المرء إذا أذنب فاعترف فتاب تاب الله عليه. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقالته انقطع دمعي. قال: فكأني لم أجد منه دمعة، انقطع. قال: فجلست فقلت: يا أبتاه أجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال أبو بكر: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فقالت عائشة: يا أماه أجيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت أمها: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: والله يعلم أني بريئة وسيبرئني الله سبحانه وتعالى. ثم اتجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقالت له: إن قلت لك أنني بريئة لا تصدقونني، إن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، وإن أخبرتكم أني ألممت بذنب والله يعلم أني بريئة تصدقونني على ذلك، ولا أقول لكم ولا يكون مثلي ومثلكم إلا كما قال يعقوب لبنيه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: فتحولت فاضطجعت على فراشي. قال: وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ذاك ما قام من مجلسه وما خرج أحد من البيت إلا ونزل عليه الوحي، وقد مكث شهرا كاملا لا ينزل عليه في شأن شيء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان شأني أحقر في نفسي من أن ينزل الله علي في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرئني الله فيها. انظر إلى هذه المرأة العظيمة، انظر إلى هذه المرأة العابدة،
انظر إلى هذه المرأة العفيفة، انظر إلى هذه المرأة التقية من تواضعها لربها تبارك وتعالى. قالت: ما كان من شأني أن ينزل في براءة قرآن يتلى إلى يوم القيامة، كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرئني الله فيها. قال: فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل عليه الوحي، فلما فرج عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا عائشة إن الله قد برأك، يا عائشة إن الله قد برأك، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا معاشر المؤمنين، مهما ضاقت الكرب ومهما اشتدت الشدائد، فاعلموا أن العسر يعقبه يسر أو أكثر، فلا بد من الصبر. انظر إلى الفرج بعد الشدة. يا عائشة إن الله قد برأك. قال: فقالت أمي: قومي إلى رسول الله فاحمديه واشكريه. فقالت عائشة: والله لا أحمد إلا الله عز وجل الذي برأني. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فبرأها الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى شدة بلائها، وانظر إلى صبرها وعظيم أجرها وقدرها، فرفع الله عز وجل قدرها وأعلى الله شأنها، وأنزل في شأنها قرآنا يتلى ببراءتها. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إجماع الأمة على كفر من اتهم أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه. فأيما إنسان يأتي بعد نزول هذه الآيات ويتهم أم المؤمنين عائشة بهذه الفرية وهذه الفاحشة فهو كافر بإجماع الأمة. وبهذا تعلم كفر الرافضة على أنواعهم وعلى أشكالهم وعلى أصنافهم، الذين اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه. فرضي الله عن أم المؤمنين عائشة وقاتل الله الرافضة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء هذا الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى الغاصبين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عظيم، والحمد لله رب العالمين.